بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة. والجيش الروسي يعلن تراجعه عن غزو أوكرانيا، ويعلن سحب بعض قواته، وأنه سوف يسحب كل القوات. طيب لماذا فعلت هذا يا جيش روسي؟ يا جيش روسيا؟ أصدر فيديو قال فيه: نخشى المستنقعات، دباباتنا سوف تغرق وسوف نهزم داخل الأوحال والمستنقعات الموجودة في أوكرانيا. أنا نشرت فيديو قبل هذا عن المستنقعات في أوكرانيا، وأنه بدأت الثلوج تذوب والدبابات سوف تغرس في الطين. ممكن يكون البيان مخادع أو كاذب. تعالوا نبدأ ونرى. نبدأ من التلفزيون الفرنسي. روسيا تعلن سحب جزء من قواتها على الحدود الأوكرانية، وصور الأقمار الصناعية تكشف عمليات نشر جديدة لطائرات هجومية. هنا حساب وزارة الدفاع الروسية، ونشرت هذا الفيديو لسحب دباباتها، ولكن هم تعمدوا في هذا الفيديو أن يظهروا أن الثلوج بدأت تذوب، وأن هم بيضعوا كاوتشات لأن الدبابات عاجزة عن أن تسير في الوحل على في الطين، وأن الثلج بدأ يذوب، فبالتالي الدبابات لن تستطيع غزو أوكرانيا. يعني أن الوقت فات يعني. طب ما كان قدامكم شهر يناير كله، ولكنهم لم يغزوا. هنا أيضا هنشاهد الصورة. طبعا احنا هنرى لكم الفيديو الآن، لكن ركزوا أن الجيش الروسي تعمد أن يعرض هذه المشاهد للدبابات وهي في الطين وفي الوحل وعاجزة بصعوبة عن التحرك، وأنها تحتاج إلى كاوتشات أمامها. وطبعا هذه هي دي دبابة روسية عارقة في مستنقع، بس دي صورة سابقة يعني وليست لي الآن، إنما هذه هي مستنقعات أوكرانيا. وإحنا عرضناها حول العاصمة كييف وحول أوكرانيا كلها أنهار يعني. فتعالوا نشاهد فيديو الجيش الروسي اللي هو بيبرر للشعب الروسي لماذا ننسحب من أوكرانيا. إحنا لا نخاف من أوكرانيا، إحنا خايفين من المستنقعات. تعالوا نشاهد. طبعا روسيا ربما تكون خشت من الجيش الأوكراني، وخشت من أن هي تسقط في فخ، لأنه طبعا أمريكا شجعتها ودول أوروبا والناتو لن نتدخل، سحبنا قواتنا، سحبنا سفرائنا، اتفضلي ادخلي. فربما الروس وأرسلوا هم الأسلحة الدفاعية وكذا، فربما بوتين يعني تردد وخاف وقال: إذا دخلت هنزل في قلب المستنقعات وستقوم فضيحة إذا هزم الجيش الروسي. فهو الآن يقول للشعب: أيها الشعب انظر، لأن هو تعمد ينشر هذه الصور. احنا لا نخاف من أوكرانيا، احنا خايفين من الطين والوحل. هنا فيديو للدبابات وهي بيجري تركيبها على القطار. تعالوا نشاهد. وزارة الدفاع الروسية أصدرت بيانا قالت: احنا سحبنا قواتنا بصفة دائمة. هنا في روسيا اليوم الدفاع الروسية تعلن بدء عودة قواتها إلى قواعدها الأصلية في المنطقتين الجنوبية والغربية مع انتهاء التدريبات.
وفي تفاصيل الخبر أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية ستعود إلى نقاط التمركز الدائم بعد انتهاء التدريبات. ويضيف البيان: أفاد المتحدث العسكري الروسي في بيان أن وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية والمنطقة العسكرية الغربية بدأت عمليات التحميل على المركبات وستنطلق يوم الثلاثاء. وبهذا الشأن قال بيان وزارة الدفاع الروسية أنه بمجرد الانتهاء من أنشطة تدريب القتال، احنا كنا بنعمل مناورة يعني، ستقوم القوات كما هو الحال دائما بالمسير بطريقة مشتركة إلى نقاط التمركز الدائم، وإن وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية التي أنجزت المهام بدأت بالفعل في التحميل على السكك الحديدية والنقل البري، وستبدأ في الانتقال إلى حمايتها العسكرية اليوم، في حين ستسير أرتال لوحدات منفصلة إلى قواعدها بوسائلها الخاصة. طيب الكلام ده صادق أم كاذب؟ الله أعلم. الحرب خدعة والحرب خيانة، وكان المغول دائما يتظاهرون بالانسحاب ثم يقومون بالهجوم، وهكذا كان يفعل المسلمون، ينسحبون ثم يهجمون. فمبادئ الحرب وقواعد الحرب بتقوم على الخداع والمباغتة والكذب إلى آخره يعني كما نعرف. طيب روسيا نشرت فيديو حقيقي للرئيس الأوكراني وهو يحاول الهرب من العاصمة الأوكرانية، ولكنه عندما ذهب للمطار كانت آخر طائرة أقلعت. الفيديو حقيقي والتصوير حقيقي وهو الرئيس الأوكراني. تعالوا نشاهد. Громадяне, кто не уехал из страны, люди, выходите! С вами говорит Василий Голобородько. Выходите! Вы не одни! طبعا الفيديو بنقطع باللغة الروسية، هو كان جزء من مسلسل، هو كان ممثل، فكان التصوير حقيقي باللغة الروسية، وهو طبعا بيجود اللغة الروسية، لكن ده ليس حقيقيا يعني هو الرئيس تصوير حقيقي كل شيء، لكن ليس في هذه المناسبة. المهم الرئيس الأوكراني رد على روسيا وطلع لهم لسانه وقال لهم: مين قال لكم أنا خايف؟ أنا قاعد اهوت ومنتظركم، لو أنتم رجالة جيش روسيا ادخلوا كده أوكرانيا وسنريكم. والأخ اسمه زيلينسكي طلع هو والأخت زوجته زوجة زيلينسكي وقالت: احنا قاعدين جالسين في كييف، مين قال لكم احنا هنهرب؟ لا احنا جالسين، تعالى يا ولد يا بوتين. تعالوا نسمع. Всім добрий вечір. 14 лютого 2022 року. Знімаємо це відео з дружиною не просто те вдома. Ми в Україні. Так, вітаємо всіх з Днем Закоханих. Хочемо сказати, кохаємо одне одного. Кохаємо Україну. أيضا وزارة الدفاع الأوكرانية نشرت بعض الفيديوهات الحماسية للشعب الأوكراني، واستعرضت فيها أسلحة المضادات للطيران لإسقاط الطيران الروسي ومضادات الدبابات، وكأنها تقول لروسيا: نحن في انتظارك، سوف ندمر جيشك. وطبعا هذا أرعب بوتين وأرعب الجيش الروسي، وستتضح إذا كان سينسحب أم لا. تعالوا نشاهد. قلت سابقا في حلقة منذ 3 سنوات ربما، اكتب على اليوتيوب صبر مشهور موسكو أو غزو موسكو، وقلت إنه الجيش الروسي جيش هش وجيش ضعيف، ونحن شاهدنا إهانته في حلب في سوريا. ظل مهزوما لا يستطيع دخول حلب 4 سنوات، حتى مخابرات دول الخليج جاءتها التليفون من أمريكا، سلموا كل الأسرار وجرت عملية الخيانة. تسليم سوريا هي عملية خيانة من مخابرات الخليج بالاتفاق مع الأمريكان أو بأوامر أمريكية. فجرى حصل نصر مزعوم لروسيا هناك. وتخيلوا بقى ان الشعب السوري ده ممنوع عنه الطيران، ممنوع انه يمتلك طائرات، ممنوع يمتلك يعني الصواريخ اللي امريكا اعطوها لاوكرانيا منعوها عن الشعب السوري، ومنعوا مضادات الدبابات الى اخره. واللي يساعد ارمله سوريه يقول له انت على قائم الارهاب والمش عارف ايه. وبعدين لقيت في ذباب بيقعد يكتب تحت فيديوهاتي: تبرع انا في اليمن نازحه يمنيه وكذا. ودي تلاقي واحدة تبع جهاز مخابرات ما عايزة تعمل قضية للناس، فانتبهوا لهذه الفخاخ. طبعا الشعب الأوكراني شعب مسيحي، فلذلك العالم كله أو أوروبا يعني ومصلحتهم أنهم يسلحوه. أما السوريين فمسلمين فلا بواكي لهم
يذبحون ولا قيمة لهم ولا شيء من هذا القبيل. يعني قتل كام مليون مسلم في سوريا، وشرد الأطفال وإلى آخره، ورغم ذلك لم يتحرك ضمير لا أمم متحدة ولا مجلس أمن ولا دول ولا أي حاجة. في الختام هنا كتاب فن الحرب لجنرال صيني، ده طبعا قديم تقريبا من 2500 سنة، يتحدث عن قواعد الحرب، فأرجو الاستماع إلى هذا الكتاب. وهنا فهرس بفيديوهات على اليوتيوب أرجو أن تشاهدوها. أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر. هنا قائمة الفيديوهات الوثائقية التاريخية أرجو أن تشاهدوها الأئمة في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.